الفلافل او الطعميه انا ما استغناش عنها ابدا في سحور رمضان. يلا بينا، تعالي اوريكي عملتها ازاي. اول شيء هنسمي بالله ونصلي على رسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. معايا هنا كام عود اخضر من البصل او الكرات، وحزمتين من الكزبره الخضراء، وحزمتين من الشبت، بس ما فيش اكتر من كده، وما كتريش اكتر من كده خضره على كيلو الفول. بجيب الفول اغسله كويس وانقعه حوالي 12 ساعه، ما ينفعش اقل من كده علشان يعني الى حد ما يكون طري ويتفرم معانا كويس. هبتدي احط الخضره على الفول، معلقتين كبار من الثوم، وحوالي 4 بصلات. استنيني في السحور ان شاء الله. هعمل لك من الفلافل دي، هحشيها بالجبنه الشيدر، وهحشيها بالبسطرمه اللي بنعملها في البيت، وهنحشيها بالجبنه الدماكس والجبنه الكريمي. هننوع من اكله الفلافل دي، لان احنا بصراحه بنعشقها وبنحبها بالحشوات دي يعني. هنا هفرمها فرمه مثلا فرمتين حسب يعني المفرمه او الكبه بتاعتك هتفرمها لك ازاي. بس انا عندي هنا المفرمه دي بتفرمها لي بصراحه فرمه ناعمه جدا وما بستغناش عنها. لكن لو مش عندك اعملي بالكبه اللي موجوده في بيتك عادي جدا. جربي الاول في ربع كيلو او في نص كيلو يعني تعجبك كملي. ساعة ما نيجي نسويها هنحط بعد ما نطلعها من الفريزر طبعا، هنحط لها البهارات بتاعتها. انا مش بحط لا ملح ولا كمون ولا اي حاجه غير لما تيجي طالعه. اما تطلع ان شاء الله هحط لها ملح وكمون وكزبره ناشفه، وبصي وبابريكا شطه. كل بهارات انت بتحبي تحطيها حطيها، ما فيش مشكله خالص. ربنا يحسن ما بين ايديكي، واستنيني ان شاء الله وانا بعملها. باي باي.